حرفيا جايب لك في الفيديو بتاع النهارده كنز موجود قدامك في كانفا. لو انت ما تعرفوش يبقى فايتك كتير قوي. السلام عليكم، ازيكم يا كانفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده بقى انا جايب لك حاجه موجوده على كانفا. صدقني انت لو عرفت تستخدمها صح هتطلع تصميم على كانفا زي الفل. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنقعد ندور على مواقع علشان نقدر نعمل عليها صوره او نولد صوره عليها، فانا جايب لك في الفيديو بتاع النهارده حاجه موجوده قدامك على كانفا. مش هتحتاج تطلع بره كانفا علشان تعمل صوره، ولا تستخدم شات جي بي تي، ولا تستخدم اي موقع تاني. كل شغلك هيبقى موجود جوه كانفا. طيب هنا دلوقتي نبدا في الشغل العملي. بس قبل ما نبدا في الشغل العملي زي ما احنا متعودين، صلي عليا في الكومنتات واعمل لايك الفيديو واشترك في القناه. لو انت مهتم بالتصميم على كانفا يبقى انت في المكان الصح. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تفتح كانفا هتلاقي تحت الصفحه الرئيسيه وتصاميمك والقوالب هتلاقي كلمه مزيد اخر واحده على الشمال، فانت تدوس على كلمه المزيد هيظهر معاك بالشكل ده. اول حاجه العلامه التجاريه، تاني حاجه الذكاء الاصطناعي في كانفا، وده الكنز بتاع الفيديو بتاع النهارده اللي تقريبا كلكم بتشوفوها قدامكم بس عمركم ما جربتوها. بس للاسف حابب اعرفكم ان الاداه دي لازم يبقى معاك كانفا برو، فانت لو محتاج كانفا برو بسعر كويس تواصل معايا على الرقم اللي في الكومنتات وافعل لك كانفا لمده 3 سنين. لو حصل اي مشكله تواصل معايا قبلها. في طريقه تانية برضو بديل الاداه دي بس ممكن تكون اقل منها شويه او مش احسن حاجه، ومش عارف هي برو ولا لا، بس تقريبا برضو برو، اللي هي دريم لاب، اللي هي رابع واحده دي كمان. يعني نفس الفكرة تقريبا اللي هي بتاع الصور الذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء الاصطناعي، بس تاني واحدة دي متطورة اكتر. تمام، فاحنا يلا بينا ندخل على الذكاء الاصطناعي من كانفا واوريكم الابداع. والله العظيم انا انصدمت بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله. هتلاقيها فتحت معاك المفاجأة بقى ان هي بتعمل تصميم الصورة ومستندات ورموز برمجية ومقاطع فيديو. يعني بص بتعمل كذا حاجة. تمام، فبعدين هتلاقي مستطيل بيقول لك صف الفكرة بتاعتك، يعني الفكرة بتاعتك البرومت يعني، فاهم؟ فانت لو مش عارف تكتب برومت هتروح رايح لشات جي بي تي وتقول له الفكرة اللي انت عايزها هو يعمل لك برومت. تمام، فانا هقول له على فكره بسيطه دلوقتي على السريع، وبعدها هنجرب نخلي شات جي بي تي يساعدنا يقول لنا على برومت، بعدين ناخده نسخ ونجرب يعني. تمام، فانا اقول له مثلا عايز ست بيت، مثلا ست بيت لابسه زي خليجي مثلا، في مطبخها في بيتها، وتكون ماسكه ازاز زيت ناحيه الكاميرا، ويكون منظور الكاميرا من فوق. تمام، واللون الاساسي اهم حاجه في البرومت، اللون الاساسي. يعني انت مثلا لو بتعمل التصميم دي لشركه والشركه اللون الاساسي في اللوجو مثلا اللون الاحمر، فانت هتقول له مثلا واللون الاساسي احمر مثلا في الديكور او في الخلفيه. تمام، وعايز الملامح واقعيه. وبعد كده تروح دايس على السهم، في اقل من دقيقه هيعمل لك 4 صور او 3 صور. ال3 صور جامدين قوي. والله بصراحه انا اول ما شفت النتائج انصدمت، قلت انا بستخدم شات جي بي تي، لا طب ما انا استخدم كانفا ويبقى جنبيها التصميم، اخلص من هنا وادخل على كانفا اعدل التصميم. تمام، فزي ما انت شفتوا ال3 نتائج. بص الصوره الاولانيه دي جامده قوي، كريستال، يعني جاب لك ازاز زيت واقعيه، جاب لك ازازه زيت كريستال. تمام، بص اول صوره دي جامده قوي. تمام، فلو عاوز تنزلها تدوس على ال3 نقط دول، بعدين دوس حفظ الصوره. تمام، تاني صوره برضو دي ست بيت، صوره واقعيه جامده قوي. بص، وتالت الصورة برضو، بس احنا نعتمد اول صورة. تمام، فتعالوا بينا دلوقتي ندخل على شات جي بي تي نقول له الفكرة ونخليه يكتب لنا برومت. هنجرب تاني فكرة زي ما قلت لكم، ونخلي شات جي بي تي يساعدنا في كتابة البرومت. قول مثلا لشات جي بي تي اي فكرة في دماغك لصورة وهو يعملها على طول، هيعمل لك برومت. تمام، فانا هكتب على السريع علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم بعد ما اكتب الكلام اللي انا عايزه. تمام، قلت لشات جي بي تي على الفكره، هعتبر ان انا هعمل تصميم مثلا لدكتور عظام، يعني مستشفى بتاع عظام وكده. فقلت له عايز راجل مصاب رجله تكون مكسوره قدامه دكتور قاعد في مستشفى وكذا. تمام، بعدين اقول له اكتب لي برومت احترافي، ما تعملش الصوره عشان هو غبي. يعني اول ما تبعت له الكلام بدل ما يعمل لك برومت هتلاقيه عمل لك الصوره. تمام، فانت هتلاقيه عمل لك برومت انجليزي زي ما انت شايف كده. هتروح دايس عليه تحديد، شده كده لحد الاخر، بعدين خده نسخ وارجع تاني الكانفا. بصراحة عجباني أول صورة دي، يعني جامدة أوي بصراحة. تمام، بعدين دوس اسألني عن أي شيء هنا، اكتب البرومت اللي أنت خدته نسخ ودوس على السهم. أقل من دقيقة يعمل لك 3 صور. مفيش موقع تقريبا لحد دلوقتي شفته قدر يعمل الحلاوة دي. يعني شات جي بي تي آخره تقريبا في اليوم 5 صور ولا بتاعه، وبعدين بيقول لك لازم تشترك علشان تعمل صور واقعية أو تعمل صور عموما. تمام، فمعاك أهو كانفا يا باشا، تقدر تعمل صور في اليوم عدد غير محدود. أنا من امبارح عمال أجرب وأعمل أفكار مختلفة، وبصراحة النتائج جامدة أوي. تمام، فبصوا هو عمل لك ال3 صور يا باشا، شايف؟ والله العظيم جامدين يعني بسم الله ما شاء الله. مش عايز احسد بس كانفا علشان كانفا بصراحة بدأ يظبط نفسه
فاضل له شويه حاجات كده، لو ظبطهم هيبقى برنامج والله مية مية. تمام. فاحنا مثلا عجبتنا الصوره اللي هي في النص، فاحنا ندوس عليها كده، بعدين ندوس حفظ الصوره. في بقى حركه حلوه، يعني انت مثلا عاوز تعمل تصميم للسوشيال ميديا مثلا، بدل الصوره يعني تعمل تصميم شامل، فانت تدوس على كلمه تصميم وتخليه هو يعمل لك التصميم، بعدين تروح واخده وداخل على الصفحه الرئيسيه، يعني تفتح تصميم معاك، افتح تصميم مثلا 1080 بكسل في 1080. طبعا الناس اللي معايا في التيم بتاع كانفا اللي انا مفعلهم كانفا، زي ما قلت لكم نزلت بوست على الفيس اللي انا فتحت لكم كل الميزات، ومن ضمن الميزات دي لو انت عامل صوره بالذكاء الاصطناعي مثلا وفيها كذا طبقات، فانت بتعمل لها طبقات، يعني بتخليها كل حاجه لوحدها. تعال افهمكم علشان ما تبقاش متلخبطين. تعال اول نضيف الصورتين اللي احنا عملناهم دلوقتي ونشوف الجوده عامله ازاي، واوريك برضو ازاي تعلي الجوده. اول صوره، الصورة دي عجباني جامد قوي والله، يعني بص مية مية، تحس ان هي فعلا متصورة من كاميرا. تمام. تاني صورة دي. الناس بقى اللي مفعلة معايا كانفا برو، فاول ما تدوس على الصورة كده، لو دخلت على ادوات الصورة هتلاقي في حاجة اسمها الطبقات السحرية. الطبقات السحرية دي لو دوست عليها هيخلي كل حاجة في الصورة او التصميم لوحده. يعني تعالى مثلا نجيب تصميم جاهز، يعني مثلا الصورة دي برضو كنت عاملها برضو على كانفا. بصوا الجودة والدقة والله، يعني تحس فعلا ان الصورة واقعية مية في المية. تمام. فانت لو دوست على الصورة كده، بعدين حركت الحاجات، دوست على ادوات الصورة، بعدين دوس على الطبقات السحرية، هيخلي لك كل حاجة في التصميم لوحدها اكنها طبقات، وانت عامل كل حاجة على الكانفا. فاهمني؟ يعني انت مثلا لو عامل تصميم كامل على شات جي بي تي ومحتاج تعدل فيه كلام، محتاج تمسح صورة مش عارف ايه، فانت هتروح ضيفه هنا على الكانفا، بعدين دوس على الطبقات السحرية، بعدين هيخلي كل حاجة لوحدها. بص يعني الولد ده نقدر نحركه، بص نحرك مثلا الكورة، في كرة تانية اهي، نحرك الأرضية، ممكن نحرك الأهرامات، بص خلي لك كل حاجة لوحدها. تمام. فتعالى برضه أوريك حركة حلوة برضه يمكن ما تعرفهاش أو أغلبكم ما يعرفهاش. دلوقتي مثلا لو أنت عملت صورة وفي علامة مائية تحت هنا، شايف أنت العلامة المائية دي؟ إزاي نشيلها من غير ما نقص حتة من التصميم، يعني من غير ما نقص كده، إزاي نشيل العلامة اللي تحت؟ هتلاقي كلمة أدوات الصورة تحت، هتحرك الحاجات رابع واحدة أو خامس واحدة، الممحاة السحرية، دوس على الممحاة السحرية كده، بعدين كبر، بعدين شيل ده كده على العلامة وشخبط عليها كده، بعدين دوس مس. بص يعني أقل من 5 ثواني. تمام. نرجع للصورة الأولانية أوريك بقى. بص والله الصورة يا جدعان فعلا تحس إن هي واقعية 100%. تمام. فلو عاوز تعلي الدقة كمان دوس على الصورة كده، بعدين حرك أدوات الصورة، هتلاقي تالت واحدة أو أول واحدة أداة التحسين الدقة، دوس عليها هيرفع لك الدقة كمان أحسن ما هي مرفوعة، يعني هي مش محتاجة تزود الدقة فهو هيزودها لك أكتر. تمام. نفس الكلام برضه لو عاوزين نغير أي حاجة في التصميم، لو أنت مثلا عملت صورة زي كده وعايز المطبخ بس أو عايز منظور الكاميرا، تدوس على أدوات الصورة وتدوس على الطبقات السحرية، هتلاقي ظبط لك كل حاجة. فاهمني؟ يا رب تكون أداة عجبتكم، يعني شايفين الدقة بتاع الصورة كأنها متصورة بكاميرا أحسن كاميرا في العالم. وبس ده الفيديو بتاع النهارده كان فيه، اتمنى يكون عجبكم. متنساش تصلي على النبي في الكومنتات، اهم حاجه تصلي على النبي. ولو انت مهتم بالتصميم على كانفا يبقى انت في المكان الصح، وزي ما قلت لكم اللي محتاج كانفا برو بسعر كويس وتواصل معنا افعلك شخصيا، او لو محتاج اي مساعده مني او اي خدمه كلمني، مش متاخر عن اي حد. وبس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.